السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي وكل الناس اللي أنا بحبهم واتمنى اكون معاهم. اهلا بكم في مواطن في البلد. كالعادة انا عايز اقول لكم ان انا مبسوط جدا جدا ان انا معاكم وان انا في وسطكم، وانتوا عيلتي وكل حبايبي وكل الناس اللي بحبها وكل اللي بيشوفني اول مرة واللي شافني قبل كده. انا فعلا بكون مبسوط وانا معاكم. النهاردة هنتكلم عن الاخ. يا جماعة، الاخ لا يعوض. الاخ لا يعوض. والله الاخ لا يعوض. خليك فاكر ان انت دايما سند لاخوك. خليك فاكر ان انت دايما ظهرك لازم يكون في ظهر اخوك. اخوك ده هو كل حاجة في الدنيا حلوة. اخوك ده هو اقرب الناس ليك. الواحد فينا النهاردة لما بيتعور بيقول اخ، فاصبح ان هو اخوك هو ظهرك وسندك وحماك بعد ربنا سبحانه وتعالى، وظهرك اللي انت ممكن تتسند عليه. فخلي بالك، انا اعرف ناس بصفة شخصية في حياتنا وفي حياتي انا كصالح. الناس دي يعني بعيدة عن اخوه وبعيدة عن اخته علشان خاطر مشاكل عادية خالص. بعيدة عن اخته او اخوه علشان خاطر مشاكل تافهة، وتكاد تكون مشاكل ملهاش اي صحة من الاساس، وكاد تكون مشاكل يعني انا مستغرب. انا والله بستغرب وانا بقول انتوا اخواتي وحبايبي وكلنا اخوات في الله سبحانه وتعالى. بس بعيدة عن كل شيء واهم من كل شيء، لازم تبقى واثق ان اخوك ملوش غيره. اخوك ملكش غيره. فحب اخوك وحافظ عليه، وخليك دايما امان وسند ليه، وخليك دايما ظهر ليه، وخليه هو كمان ظهرك. شدوا بعضكم لبعض، حافظوا على بعض، حبوا بعض، علشان احنا في وقت صعب جدا. النهارده اللي ملوش ظهر بينضرب على بطنه، فلازم تكون انت ظهره وهو ظهرك. انت ظهره وهو ظهرك. فخلي بالك من النقطة دي جدا، لان اللي بيحافظ على اخوه بيبقى هو كمان بيحافظ عليه، لكن اللي ما بيحافظش عليه للاسف، للاسف وكل اسف، مش هو كمان مش هيحافظ عليك. بس دايما خليك انت افضل واحسن من اي حد. خليك انت الاول، خليك انت الدافع للخير. خليك انت اللي مهما كانت ظروف اللي حوالين منك انت دايما احسن وانت الافضل. يبقى اصبح ان انت لازم تبدأ، لازم ان انت تسعى، لازم ان انت لو هو زعلك خليك انت احسن. لو هو زعلك او جه عليك فتعالى قول له مالك زعلان مني ليه؟ قرب مني، قول لي، احكي لي، قول لي ايه اللي مزعلك. في انا جيت عليك، حقك عليا ما تزعلش. راضيه، راضيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يراضيك. جماعه الموضوع مهم جدا، والموضوع يعني يكاد يكون ان هو في وسط حياتنا وعلى مدار الفترة اللي احنا عايشينها في حياتنا بتلاقي كل يوم وارد ان اتنين تلاتة يزعلوا مع بعض. ده يتخانق مع ده، ده يتخانق مع ده. طب وبعدين؟ كل ده مش سبب. كل ده استحالة يكون ناتج عن غير الإهمال والبعد. البعد، كل البعد. لما تلاقي ان انت بتبعد عن اخوك وهو بيبعد عنك، حصلت مشكلة وانت ما وقفتش معاه، اصبح ان هنا مفيش قرب. مفيش حاجة مهما كانت قريبة منكم البعض. ليه؟ ليه ما بقاش انا واخويا واحد؟ ليه انا ما اخشش فيه قوي وهو يخش فيا قوي؟ وفي حاجة مهمة جدا عايز اقولها لك، مش اخوك بس من امك وابوك، لا والله، اخوك هو كل واحد على وجه الارض. فاصبح ان هنا مش الاخ اللي هو اخوك شقيقك بين ابوك وامك، لا والله، كل واحد في الدنيا بيبادلك المعاملة الحسنة والطيبة خليك انت اخ ليه. وكل واحد هو قريب منك خليك انت اخ ليه، خليك انت الافضل، خليك انت اللي الناس دايما تاخدك قدوة، تقول ده فلان حد كويس، ده فلان حد ونعم الاخ. الوضع بيفرق. حسن من نفسك، حسن من وضعك، حسن من مستواك. خلي دايما لما يجي حد يبص لك ويقارنك ما بينك وبين شخص تاني يقول لا والله فلان ده حد محترم وفلان ده حد كويس. انا مش قصدي اطول عليك ومش قصدي ارخم عليك ولا اضايقك، بس انا قاصد كل القصد ان انا اقول لك خلينا دايما نبقى قريبين من بعض. قاصد كل القصد خليني دايما اقول لك احنا لازم نكون نتكافئ مع بعض.
نبقى دايما ايد واحدة، نبقى دايما مش بعيد عن بعض. خلي الظروف مهما كانت هي جاية علينا خلينا احنا اقوى منها وخلينا اشد منها، لاني لازم نكون اقوى منها واشد منها. لو بقينا اشد من الظروف واقوى من الوضع اللي احنا فيه، انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيهملنا ولا هيخذلنا ابدا. فخليك فاكر وخليك على يقين بالله سبحانه وتعالى ان طول ما انت افضل واحسن وفي افضل حال وفي احسن حال، هتبقى دافع للي حوالين منك، وهتبقى نموذج صالح ليهم ونموذج كويس ليهم. فخلي بالك من النقطة دي، عشان النقطة دي مهمة جدا، مهمة جدا والله، تكاد تكون هي أهم شيء في الوضع اللي احنا فيه. تكاد تكون أهم شيء في الوضع اللي احنا فيه. النهاردة في ناس ما بتحسش بمعنى كلمة أخ إلا لما الأخ يموت، يقعد يقول لك يا ريتني كنت قريب منه، أنا ما حسيتش بيه غير لما راح مني، أنا ما حسيتش ببعده عني الا لما انا ما بقتش الاقيه. هو احنا كده ما بنحسش بالحاجه وقيمه الحاجه غير لما الحاجه تضيع مننا، بنعرف قيمتها ونعرف مدى غلاوتها ومدى هي قد ايه حلوه او كانت كويسه بالنسبه لنا. فاصبح النهارده لازم 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 تخلي بالك من اخوك. وانت كمان اوصيك بالاخت خير. مش معنى ان هي اخت او بنت تيجي عليها، لا، اوعى تيجي عليها، اوعى تكسرها. خليك انت دايما سندها، خليك انت دايما الظهر ليها، الصحة والدراع والقوة اللي هي بتحارب بيه. لانك انت طول ما انت ظهرها وسندها، هي دايما فخورة ان ليها اخ دايما واقف في ظهرها، مش اخ يهينها، مش اخ يجي عليها وفي وقت الشدة يزنقها. لا، خليك انت في وقت الضيق سند قوي شديد، ربنا يعينك وتكون انت سند وعون للدنيا كلها بعد ربنا سبحانه وتعالى. ايه المانع؟ ايه المانع نبقى كلنا متكافئين ومترابطين؟ لازم نكون متكافئين ومترابطين، لازم يا اخواتي، اقسم بالله لازم نشد بعضنا البعض، لازم نكون متحدين، لازم نبان قدام الكل ان احنا اقوياء، واقوياء ببعضنا، واقوياء ان احنا لازم نخلي بالنا من بعض. فخلي بالك من اللي منك، وخلي بالك من اخوك، وخلي بالك من اختك. وانت كمان اختي وحبيبتي، وانا بحبكم كلكم في الله. خلي بالك انت كمان من اخوكي، اوعي تزعليه، اوعي تيجي عليه، ولو هو جه عليكي برضو انت لازم تستحمليه شويه. فاصبح ان الامور علشان خاطر تبقى كويسه والامور تبقى هاديه وجميله ورزينه، لازم كلنا نحس ببعضنا ببعض، ولازم نخلي بالنا من بعضنا لبعض. وفي نهايه كلامي اتمنى كل اخواتي وحبايبي اللي بيشوفوا الفيديو ده ينوروني، ويزيدني شرف ان انتوا تشتركوا في قناتي وتنوروني فيها. وانا اخوكم صالح، مبسوط جدا ان انا معاكم وانا بيكم وليكم. وفي نهاية كلامي بقول خلي بعضنا من بعض، وخلي بالنا من بعض، ونحب بعضنا، علشان خاطر احنا ناقصنا ان احنا نحب بعض. ولو حبينا بعض ربنا هيرزقنا وهيرضينا، وهنبقى احسن من الاول وافضل من الاول بمليون مرة. انا مبسوط بيكم. وفي نهاية كلامي بقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نورتوني وانا كنت سعيد ان